250 جنيه في المقال الواحد، يعني في يوم اقدر ادخل اكتر من 1000 جنيه. ايوه يا صاحبي الكلام صح، الكلام صح يا صاحبي، ودي من خلال وظيفه الكوبي رايتنج، الكتابه. لا، من خلال الكتابه ادخل 1000 جنيه واكتر كمان في اليوم الواحد. ايوه تقدر. طب يا علاء ازاي اسحب فلوسي، وازاي كمان اشتغل على المواقع، وايه هي المواقع اللي اشتغل عليها، وازاي يجي لي عملاء اكتر؟ كل ده هجاوبك عليه في فيديو النهارده. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير حبايبي واخواتي، كل سنه وانتم طيبين. قبل اي كلام لايك سبسكرايب تعليق حلو زيك، ويلا بينا نخش على فيديو النهارده. اول جزء في فيديو النهارده ايه هي الكتابه. بص يا صاحبي، بكل اريحيه وبكل بساطه، احنا عندنا كصناع محتوى بنبقى محتاجين ناس تكتب لنا ايه؟ تكتب لنا مقالات، سكريبتات، هوكات للفيديو، هوك للفيديو تجذب المشاهد انه يكمل معاك، وكمان عناوين للفيديو او وصف للفيديو. العنوان ده اللي بيخلي الشخص يدخل على الفيديو يشوف العنوان فيدخل يبدا يتفرج، والهوك اللي بيخلي المشاهد يكمل معاك، والسكريبت اللي هو بيبقى فيه الفايده اللي انت بتقدمها للمشاهد. احنا كصناع محتوى ما بنبقاش فاضيين ان احنا نكتب سكريبتات وعناوين للفيديو، وصف للفيديو، كل الكلام الكبير المكلكع ده. فبنبقى محتاجين مين؟ ناس نجيبها من على المواقع تشتغل معانا. طب ايه هي المواقع؟ نيجي بقى على الجزء الثاني وهو المواقع عندك 4 مواقع لا غنى عنهم: ابورك، فريلانسر، خمسات، ومستقل. 4 مواقع مش هتحتاج غيرهم. لو اشتغلت على واحد فيهم احب اقولك انك هتكسب ب 250 جنيه في المقال الواحد. ايوه في المقال الواحد، مش بكدب عليك، ومش كلام اعلانات ولا كلام تزوير ولا كلام هقص وخلاص عشان تتكمل معايا. لا، الكلام بتاعي موثوق منه. لو انت مش مصدق، الناس هتثبت لك في التعليقات ان انا كلامي مفيد. والفيديوهات اللي فاتت بقالي 7 شهور بقدم على اليوتيوب بدون اي مقابل، وكمان الفيديوهات والمعلومات قيمه جدا. فانا مش باخد فلوس منك عشان اقدم لك المعلومات دي، انا بقدمها حبا في الشغلانه اللي انا بشتغلها دي اللي هي اليوتيوبر، وكمان حبا ان انا انصح الناس وافيد الناس. خير الناس من تعلم العلم وعلمه. طب يا علاء، نيجي بقى ازاي نسحب فلوس. نيجي بقى على الجزء الثالث وهو ازاي نسحب الفلوس. بص يا صاحبي، انا مش بقول لك فكر في الفلوس دلوقتي، يعني الفلوس ما تفكرش فيها دلوقتي الا لما تتعلم. انت اتعلمت خلاص فكر في الفلوس. طب يا علاء برضه هسحبها ازاي؟ انت مصمم؟ خلاص هقول لك. فودافون كاش، باي، اي طريقه دفع انت عايز تسحب بيها فلوسك هتسحب بيها فلوسك. اي طريقه انت عايز تسحب بيها فلوسك هتسحب بيها فلوسك. فيزا بقى، كريدت كارد، باي، فودافون كاش، اي طريقه انت هتسحب بيها فلوسك هيبقى قدامك الفرصه انك تسحب. ما تدورش على الفلوس دلوقتي. طب يا علاء، هل العمله هتجيلك لو انت شغلك مميز، لو انت عامل بورتفوليو جيد، لائحه اعمال، سابقه اعمال. المهم العميل لما يشوف شغلك يقول ابا الشخص ده متميز، انا اخده يشتغل معايا. انا كعلاء اهو بقول لك لو اشتغلت على نفسك وطورت من نفسك تعالى لي، ابعت لي على رقم المتابعه اونلاين ده اهو، وانا ذات نفسي هشغلك معايا وما تقلقش من الشغل. والراتب هيبقى زي راتب بالدولار. عايز 250 على المقال هخليك 250 على المقال، 250 في السكريبت هدفع لك 250 في السكريبت، 250 في العنوان هدفع لك 250 في العنوان. اهم حاجه انك تشتغل. اشتغلت وطورت من نفسك خلاص انت وصلت للقمه. وكده يبقى فيديو النهارده خلص. وما تنساش تحجز معايا في المتابعه اونلاين، هتكون مجاني تماما لحد يوم 23/11. وبرده ما تنساش تطور من نفسك، هتطور ذاتك وتستكشفها. سلام.